السلام عليكم هوانم وأفندية مصر المحروسة زمان. فيديو اليوم هنفتكر فيه المحروسة زمان كانت ازاي. مصر زمان كانت حكاية، بلد مليانة أصالة وريحة الزمن الجميل. الشوارع كانت هادية والناس ماشية ببساطة، الستات لابسين جلاليب أو فساتين طويلة وكمان الملاية اللف والبرجع، والرجالة بالطرابيش والبدل لبس الأفندية وكمان بالجلاليب والعمة، وريحة الكراكيب والمكواجي طايرة في الهوا، والولاد بيلعبوا استغماية في الحواري، والستات قاعدين على الباب بيحكوا حكايات زمان، وفي كل ناصية عربية فول، وبتاع الجرايد بيقول أخبار أهرام جمهورية، والعيال بتجري بالحواوشي من عند عم سيد. الترماي كان ملك الشوارع، يمشي بالراحة بين الناس، والكهرباء كانت بتقطع بس الدنيا كانت رايقة، مفيش زحمة عربيات ولا دوشة موبايلات، بس قلوب الناس كانت مليانة محبة وأصول. زمان لما كنا نقول مصر المحروسة كنا بنقصد إنها في عناية ربنا، مليانة خير وكل واحد عارف جاره وواقف معاه. الحارة كانت عيلة وعمدة الحتة كان له كلمة الكل بيحترمها. في رمضان مثلا الشوارع كانت بتنور بالفوانيس، والسهرات بتطول لحد السحور، والناس بتلم بعضيها على مية وبلح وشوية ضحك. القهوة البلدي فيها شاي على الفحم وسيرة حلوة، والراديو شغال على أم كلثوم وعبد الحليم، والدنيا ماشية على سبحان الله وبالهداوة. مصر زمان كانت بسيطة بس كلها دفء وحياة، وكان فيها البركة اللي تغنيك عن ألف حاجة، وكان كل يوم فيها بيعدي ومعها قصة حلوة، قصة من مصر اللي عمرها ما كانت عادية. وفي المدارس الحصة بتبدأ بترانيم النشيد الوطني، والمدرس واقف على السبورة بشياكة وكبرياء، والطالب لابس مريلة أو بدلة ماسك كراسة من غير موبايل يشتته. الفسحة كانت بطعم السندوتش الجبنة القديمة وكيس كشري ب5 قروش. ويا سلام لما كان عندنا حصة ألعاب نعيش يومنا كأنه العيد. أما الأفراح كانت بتتعمل في الشارع، والأنوار متعلقة من بلكونة لبلكونة، وفرقة شعبية بتغني زينة يا زينة، والعرايس لابسين أبيض ناصع من عند الترزي، وكل الجيران طالعين يفرحوا من غير دعوة ولا حتى كوشة. في العيد نصحى على ريحة كحك العيد، نلبس جديد حتى لو بسيط، ونجمع العيدية من خال وخالة وعمو جابر بتاع القهوة. الشوارع تتملي أطفال وفرحة، وكل حتة تقولك هنا في مصر السعادة بسيطة. كان في طقوس بتحصل لوحديها زي لمة العيلة يوم الجمعة، والغدا عند تيتا والبليلة باللبن قبل النوم، وقصة على الراديو قبل ما نطفي النور. مصر زمان ما كانتش مجرد بلد، كانت روح وكانت ونس، كانت ضحكة طالعة من القلب. الناس كانت بسيطة بس الحياة كانت غنية، غنية بالحب وبالعشرة وباللمة اللي مفيش بعديها. رمضان زمان يا سلام كان له طعم تاني خالص. الفوانيس بتنور قبلها بأيام، والولاد بيجروا في الشوارع ويغنوا وحوي يا وحوي، والستات على السطوح بينجوا الرز، والأمهات في المطبخ ريحتهم بتسبقهم، يمشي ومخلي الوج والجاس. مدفع الإفطار لحظة عظيمة، الكل ساكت ومستني، وأول ما يضرب المدفع تتقفل البيبان وتتفتح السفرة. بعد الفطار بنروح نصلي التراويح في جامع الحتة، ونرجع نلم العيلة على كوباية شاي وسيرة حلوة ومسلسل على التلفزيون الأبيض واسود، وساعة نسمع صوت صفاء بالسعود تقول أهلا رمضان. وفي العيد تكبيرات الفجر والوشوش فرحانة. العيدية من أبويا كانت ورقة بجنيه بس تساوي مليون، والكعك على الصينية معمول بإيد ستي، وشوارع فيها ناس بتضحك وولاد بتلعب بالطيارات الورق. وفي المولد الحصان بتاع المولد كان كنز، والعروسة السكر كنا بنخبيها كأنها دهب، والمولد دايما فيه دق الطبول والأنوار وناس بتوزع حلاوة وسعادة. زمان كانت كل حاجة بسيطة بس جواها حنية، كانت المواسم لها قيمة، وكان رمضان بيقرب الناس من بعض، والعيد فرحة مش في اللبس، في اللمة، واللمة كانت بالدنيا كلها.